قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نژاد إن مثيري التظاهرات في إيران لن يصلوا إلى أهدافهم. من ناحية ثانية احتشد آلاف من الطلاب الموالين للحكومة في عدة جامعات في طهران معربين عن تأييدهم للنظام. وجاءت هذه التظاهرات ردا على تظاهرات المعارضة يوم الاثنين والتي قتل فيها شخصان وجرح آخر. مظاهرات مضادة قادها أمس أنصار الحكومة في إيران ردا على تظاهرات يوم الاثنين المعارضة لنظام الحكم في طهران، لكن هذه الاحتجاجات لم تصطدم بالقبضة الأمنية فحسب، فقد احتشد عدد من الطلاب المؤيدين لحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران محتجين ضد زعيمي المعارضة مير حسين ومهدي كروبي وأنصارهما في جامعات مختلفة في طهران. واتهم أنصار الرئيس أحمدي نژاد المعارضة بأنها غير صادقة في إعلانها تسيير التظاهرات لدعم انطفارتي تونس ومصر. لم يرفع شعار واحد في التظاهرات لتأييد تونس أو مصر. الرئيس الإيراني أحمدي نژاد اتهم من وصفهم بالأعداء بأنهم لا يريدون لبلاده أن تتطور. بالطبع هنالك الكثير من الحقد ضد الحكومة، ولكنهم أي منظمي الاحتجاجات لن يحققوا أهدافهم. الرد الفوري بالتظاهر المضاد وعلى مستوى الرئاسة الإيرانية أيضا يشير إلى عزم طهران على إجهاض الاحتجاجات في مهدها قبل أن تنتشر وتشتد مثل ما حدث قبل عام من الآن، حين تعرض النظام الإيراني إلى أكبر احتجاجات منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 79. وهذه المرة ارتفعت أصوات تطالب علنا بإعدام زعيمي المعارضة مهدي كروبي ومير حسين بحجة ولائهما للغرب، وهما المتهمان الرئيسيان بتحريك الشارع الإيراني أواخر العام 2009. وهي تلك الاحتجاجات التي تسببت في مقتل وجرح واعتقال المئات من المعارضين الإيرانيين وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منظميها.